طيب اليوم إن شاء الله حناخد الوحدة الأولى اللي هي وحدة المجموعات، وحناخد فيها الدرس الأول مفهوم المجموعة والعنصر، يعني شنو مجموعة ويعني شنو عنصر. طيب نجي ناخد الشكل رقم 1. عندنا فيه فرشة أسنان، كرسي، سبورة، قلم، وصابونة، وكراس. طيب كل الأشياء دي مع بعض لما خديناها في مستطيل كده عملت لي تجمع من الأشياء، بقت شنو؟ مجموعة من الأشياء أو تجمع من الأشياء. طيب هنا عندنا أشخاص، عندنا 5 أشخاص. ال5 أشخاص ديل مثلا عندنا خالد وسليمان والطاهر، والبنات عندنا أنوار وعندنا تقوى. الأشخاص ديل لما جو مع بعض كده كونوا لي مجموعة، فبقوا مجموعة من الأشخاص. اوكي. طيب مثلا عندنا المستطيل هنا. طيب المستطيل ده بيتكون من شنو؟ المستطيل ده بيتكون من قطع مستقيمة. القطع المستقيمة دي اتكونت مع بعض عملت لي مستطيل، فبقت عندي مجموعة من القطع المستقيمة كونت لي شنو؟ مستطيل. طيب فيه الضلع أو القطعة المستقيمة ألف باء، والقطعة المستقيمة باء جيم، والقطعة المستقيمة جيم دال، والقطعة المستقيمة دال ألف، كلها مع بعض كونت لي مستطيل. فمن هنا بنقول هذه التجمعات وغيرها نطلق عليها باسم مجموعة. أوكي. فهنا نقول عندي مجموعة من الأدوات، نقول هنا مجموعة من الأشخاص أو من أفراد العائلة، وهنا نقول مجموعة قطع مستقيمة. تمام؟ طيب فمثلا عندنا هنا إذا جينا قلنا في الحياة العادية أو في حياتنا اليومية عندنا فريق كرة القدم. طيب فريق كرة القدم يتكون من لاعبين، كمية مجموعة من اللاعبين لما يتكونوا مع بعض كونوا لي مجموعة، فدي بسميها فريق. المجموعة دي بسميها شنو؟ فريق ما بقول مجموعة كرة القدم، بقول فريق كرة القدم. هم الأشخاص مع بعض كونوا مجموعة، المجموعة دي بسميها فريق. طيب حزمة قصب السكر. طيب عندنا مجموعة من قصب السكر يتكون مع بعض، فلما يتكون مجموعة قصب سكر مع بعض بسميه حزمة. ما بقول مجموعة قصب سكر، أقول حزمة قصب سكر. طيب الأبقار لما تكون مجموعة كثيرة مع بعض، مجموعة من الأبقار بسميها شنو؟ بسميها قطيع من الأبقار. طيب مجموعة من الطائرات فبقوم بسميها سرب من الطائرات. طيب مجموعة من الزهور، لما تتكون عندي مجموعة من الزهور بسميها شنو؟ بسميها باقة زهور. فتبقى عندنا هنا الكلمات فريق، حزمة، قطيع، سرب، باقة، دي كلها بنسميها دي فيما معناها يعني مجموعة. تمام؟ تمام. دي في حياتنا العادية. طيب معناها من هنا نجي لأنه المجموعة طيب في الرياضيات، طيب في حياتنا العادية عرفناها. طيب المجموعة في الرياضيات تعني شنو؟ تعني تجمع من الأشياء تكون معينة تعيينا واضحا لا لبس فيها، يعني حاجات واضحة لا لبس فيها، يعني لا غموض فيها، حاجات واضحة وعندها علاقة مع بعض، فدي بنسميها مجموعة في الرياضيات. أما إذا كان الشيء ما عنده أي علاقة مع بعض فدي هنا ما بنقدر نسميها مجموعة بالمفهوم الرياضي. طيب نجي نشوف عندنا السؤال الأول أو الأمثلة اللي عندنا. طيب الأمثلة بيقول لك مجموعة ولايات السودان. طيب السودان بيتكون من مجموعة من الولايات، بيتكون من 18 ولاية. طيب نكتب جزء من ولايات السودان. مثلا عندنا ولاية نهر النيل، عندنا مثلا ولاية الخرطوم، عندنا مثلا تاني ولاية شنو؟ ولاية الجزيرة. طيب تاني مثلا عندنا ولاية النيل الأبيض. صح ولا ما صح؟ طيب تاني عندنا مثلا ولاية
تذكروني ولاية النيل. الأزرق صح ولا ما صح؟ طيب تاني نجي نقوم نعدي تاني مجموعة من الولايات. عندنا عندنا شنو؟ ولاية غرب دارفور. فعندنا 18 ولاية، لما اتجمعوا كلهم مع بعض قمنا سميناهم شنو؟ سميناهم مجموعة ولايات السودان. طيب هل عندها علاقة مع بعض الولايات دي ولا ما عندها علاقة؟ أيوة عندها علاقة مع بعض ولايات السودان، لأنها هي كلها داخل السودان. فلما أجي أقول عليها كده بقول عليها مجموعة ولايات عندها علاقة مع بعض موجودة داخل السودان، وكل واحدة بتسمى ولاية باسمها. تمام؟ طيب نمشي لبعد رقم 2. قال لي مجموعة الدول المجاورة للسودان. طيب السودان في 7 دول مجاورة لهم. طبعا السودان موجود في قارة أفريقيا، وفي 7 دول إفريقية، منها دول عربية، وفي باقي الدول الإفريقية مجاورة للسودان. طيب تعالوا نبدأ بالشمال الدول المجاورة للسودان. نبدأ من مصر، تاني عندنا ليبيا، تاني عندنا تشاد، تاني عندنا أفريقيا الوسطى، تاني عندنا جنوب السودان، تاني عندنا أثيوبيا، وآخر شي إريتريا. طيب إذا جينا قمنا عاينا كده شوية، عندنا مصر وتشاد، دي الدول العربية الإفريقية المجاورة للسودان. أما باقي الدول هي ليست دول عربية. تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأثيوبيا وإريتريا هي ليست دول عربية. أوكي. طيب فدي مجموعة الدول العربية المجاورة للسودان. تمام. طيب نمشي للسؤال السؤال البعده قال لنا مجموعة ألوان علم السودان. طيب هاي يلا كلكم قولوا معاي ألوان علم السودان. علم السودان يتكون من اللون الأخضر، واللون الأحمر، واللون الأسود، واللون تاني شنو عندنا؟ الأبيض. علم السودان يتكون من 4 ألوان، ودي الألوان اللي بيتكون بها علم السودان. تمام؟ كلهم مع بعض كونوا لي مجموعة. نمشي للسؤال رقم 4. طيب مجموعة الأعداد الزوجية بين 3 و17. طيب أول عدد زوجي بعد 3 اللي هو 4، تاني 6، 8، 10، 12، 14، 16. أجيب لحد 16. هو بعد 16 شنو عندنا؟ 18. لكن هل 18 ينفع يدخل؟ لا ما ينفع، لأنه قال لي بين 3 و17، يعني المفروض اللي بعد 17 ما يدخل. خلاص معناه لحد 16. أوكي. طيب بعدها قال لي مجموعة أحرف كلمة عطبرة. طيب دي عطبرة، دي كلمة عطبرة بتتكون من حروف. هي شنو الحروف دي؟ العين والطاء والباء والراء والتاء المربوطة. تمام؟ يلا هنمشي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده قال لي مجموعة أرقام العدد 6. مجموعة أرقام العدد 4617. طيب بيتكون مجموعة من الأرقام. هي شنو الأرقام دي؟ أفتح القوس وأقول 7، ويتكون من 1، ويتكون من 6، ويتكون من 4. طيب بعدها مجموعة الأنهار بإفريقيا. طيب أفريقيا فيها مجموعة من الأنهار. طيب مثلا عندنا اللي هو أطول نهر في العالم وموجود عندنا إحنا في السودان اللي هو نهر النيل. طيب تاني عندنا نهر النيجر، وعندنا مثلا نهر السنغال، وعندنا مجموعة من الأنهار في أفريقيا. أوكي. عندنا تقريبا في أفريقيا 6 أنهار. في أفريقيا عندنا فيها 6 أنهار. طيب دي كلها مجموعة، كلها مجموعات. يبقى من هنا نحن هنا تكونت عندنا مجموعات.
مثلا عندنا مجموعة الدول المجاورة للسودان، قلنا مصر، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا وأريتريا. فهنا لما أجي أقول مصر عنصر داخل المجموعة، وليبيا كذلك عنصر داخل المجموعة، إثيوبيا عنصر داخل المجموعة. طيب نمشي لعالم السودان، فيه مجموعة من العناصر، 4 عناصر. اللون الأخضر عنصر من عالم السودان، اللون الأحمر عنصر من مجموعة ألوان عالم السودان، اللون الأسود عنصر من مجموعة ألوان عالم السودان، واللون الأبيض كذلك عنصر. طيب نمشي لمجموعة الأعداد الزوجية بين 3 و17، 4 عنصر في المجموعة، 6 عنصر، 8 عنصر، 10 عنصر، 12 عنصر، 14 عنصر، 16 عنصر. من هنا بنجي نقول إنه المجموعة موجود بداخلها عناصر. المجموعة بداخلها في شنو؟ عناصر. فهنا نعرف إنه المجموعة بداخلها عناصر. طيب أي شيء أو أي مجموعة نقدر نحصرها تكون محصورة. يعني مثلا هنا قلنا ولايات السودان 18 ولاية محصورة، خلاص عددهم معروف 18. طيب مجموعة الدول المجاورة للسودان 7 دول محصورة، معروف عددهم كم. ألوان علم السودان عارفين إنهم 4 ألوان، خلاص محصورات. طيب مجموعة الأعداد الزوجية الموجودة بين 3 و17، 1 2 3 4 5 6 7 أعداد، خلاص محصورة معروفين. طيب حروف كلمة عطبرة متكونة من كم حرف؟ 1 2 3 4 5 محصورة. يبقى أي مجموعة تكون عناصرها محصورة بقدر أسميها مجموعة بالمفهوم الرياضي. أما إذا كانت شيء غير محصور، حاجة غير محصورة ما نقدر نحصرها، ما نقدر نحسبها أو نعدها، فما بنقدر نسميها مجموعة بالمفهوم الرياضي. مثلا مجموعة الدول الجميلة بالعالم. طيب أنا عندي بالنسبة لي مجموعة من الدول الجميلة، مثلا أنا السودان شايفاه جميل، شايفة إيطاليا جميلة، شايفة السعودية جميلة. في مجموعة من الدول أنا بشوفها جميلة، لكن يجي شخص تاني يقول لا، هو عنده دول غير الدول اللي أنا شايفاها جميلة، عنده دول غير. فهنا ما بنقدر نحصر الدول الجميلة، حتكون مجموعة من الدول الجميلة على حسب كل شخص. طيب مجموعة التلاميذ الأذكياء، التلاميذ الأذكياء لا يمكن حصرهم، كمية من التلاميذ الأذكياء لا يمكن حصرهم. طيب التلاميذ الطوال، في كمية من التلاميذ برضو ما بنقدر نحصرهم أو نقدر نعدهم. فأي شيء غير محصور لا يمكن حسابه، لا يمكن عده، فهنا لا نسميه مجموعة بالمفهوم الرياضي. أوكي، لحد هنا أمورنا تمام، وعرفنا إنه كل مجموعة، المجموعة قلنا شنو؟ المجموعة داخلة موجودة في عناصر، كل مجموعة داخلة في عناصر. طيب مثلا نيجي نشوف عندنا هنا. طيب مثلا عندنا قال لي سحاب. سحاب دي كلمة، صح ولا ما صح؟ الكلمة دي مكونة من حروف. طيب إذا جيت قلت حرف الحاء، حرف الحاء، طيب حرف الحاء ده بالنسبة لمجموعة كلمة سحاب، حرف الحاء عنصر في مجموعة شنو؟ أحرف كلمة سحاب، صح ولا ما صح؟ طيب الحاء موجودة في المجموعة دي، فالحاء موجودة في المجموعة دي، لكن الحاء هو عنصر أساسا. طيب الباء عنصر في مجموعة أحرف كلمة سحاب، تمام ولا ما تمام؟ طيب نجي نشوف مثلا قال لي أثيوبيا، قال لي أثيوبيا أقول له هو عنصر في مجموعة الدول المجاورة للسودان. أوكي. طيب مثلا هنا عندي العدد 2 أو الرقم 2، الرقم 2 عنصر موجود، عنصر في مجموعة أرقام العدد 1289. عرفنا يعني شنو مجموعة ويعني شنو عنصر؟ تمام. طيب يلا تعالوا نجي نحل مع بعض التمرين. تمرين رقم 1، نحل تمرين رقم 1. طيب
في تمرين رقم 1 قال لي السؤال الأول مجموعة مجموعة الأعداد الفردية الموجودة بين 2 وال12. طيب نشوف الأعداد الفردية الموجودة بين 2 وال12. يلا حلوا معاي. مجموعة الأعداد الفردية الموجودة بين 2 وال12. أول عدد فردي بعد 2 اللي هو 3، بعدها 5، بعدها 7، بعدها 9، بعدها 11، وأقفل قوس المجموعة. أوكي. طيب فهنا نجي نركز وننتبه إنه أنا لما أكون عاوزة أكتب مجموعة، أول شرط في كتابة المجموعة إني أفتح قوس، وبين كل عنصر والتاني أعمل فاصلة. بين كل عنصر والتاني أعمل شنو؟ فاصلة. عنصر والتاني فاصلة. شايفين كيف شكل الفاصلة؟ ده شكل الفاصلة. فاصلة. طيب ده شكل الفاصلة. وشكل القوس كيف عامل؟ ده القوس كده. يعني القوس ما نعمله كده، لا كده غلط، ولا نعمله كده، ده ما قوس مجموعة، كده غلط. اوكي. يبقى أقواس المجموعة كيف نعملها؟ كده كده كده. ده القوسين المجموعة. تمام. يلا هنمشي نشوف السؤال رقم 2. السؤال رقم 2 مجموعة أشهر السنة الميلادية، مجموعة أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها 31 يوم. طيب أول شيء نجي نشوف أشهر السنة الميلادية عندنا. يلا نجي نعددها. نبدأ أول شيء بشهر يناير، عندنا فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وآخر شهر عندنا ديسمبر. دي بنسميها شنو؟ دي بنسميها بنسميها شهور السنة الميلادية. طيب شهور السنة الميلادية دي بتختلف. يعني مثلا عندنا شهر يناير فيه 31 يوم، شهر فبراير بيكون 28 أو 29 يوم. طيب مارس كم بيكون فيه؟ 31 يوم. أبريل 30 يوم. طيب مايو 31 يوم. طيب يونيو 30 يوم. يوليو 31 يوم. أغسطس 31 يوم. سبتمبر 30 يوم. أكتوبر 31 يوم. ونوفمبر 30 يوم. واللي هو عندنا ديسمبر آخر شيء 31 يوم. طيب السؤال جا قال لي مجموعة أشهر السنة الميلادية التي عدد أيامها كم؟ عدد أيامها 30 يوم. طيب يلا نيجي نشوف السنة الميلادية العدد أيامها 30 يوم. عندنا هنا أول شيء أبريل، وتاني عندنا يونيو، وتاني عندنا سبتمبر، وآخر شيء نوفمبر. طيب كيف أجي أكتبها؟ أجي أفتح قوس وأكتب أول حاجة يناير، مش يناير، قلنا أول حاجة شنو؟ قلنا أول شهر اللي هو شهر عندنا إبريل في 30 يوم، نعمل الفاصلة. يونيو، بعدها عندنا سبتمبر، فاصلة، تاني عندنا آخر شيء نوفمبر، وأقفل قوس المجموعة لأن دي مجموعة من الشهور. أوكي. طيب السؤال اللي بعده مجموعة أيام الأسبوع. طيب أيام الأسبوع يتكون من كم يوم الأسبوع؟ الأسبوع يتكون من 7 أيام. طيب يتكون من المجموعة بتاعته شنو؟ نبدأ بالسبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، وآخر شيء عندنا فاصلة كده،
وآخر شيء عندنا الجمعة. أوكي. طيب مجموعة معلمي ومعلمات المدرسة، كل طالب يشوف مجموعة المعلمين والمعلمات اللي عندهم ويكتبوهم في المدرسة. طيب نمشي لرقم 5. عوامل العدد 8. يعني شنو عوامل؟ يعني عدد أضربه في عدد يجيني يساوي 8. عدد ضرب عدد يساوي 8. طيب يلا تعالوا نشوف الأعداد الممكن أضربها في بعض وتجيني عواملها ب8. طيب 1 في 8 ب8. 2 في 4 ب8. أوكي. يبقى طيب عندي هنا معناها عوامل العدد 8 اللي هي 1 و8، لأنه 1 في 8 ب8. طيب وتاني 2 و4 لأنه 2 في 4 ب8، وأقفل قوس المجموعة. تمام. نمشي للسؤال رقم 6. سؤال رقم 6. طيب 6 قال لك مجموعة أضلاع المثلث أ باء ج. نجي نرسم المثلث أول شيء عندنا، نجي نرسم المثلث. طيب نرسم المثلث عندنا أ باء ج. طيب نجي نقول هنا مثلا أ باء ج. المثلث ده يتكون من مجموعة من القطع المستقيمة وأضلاع. القطعة المستقيمة دي بسميها شنو؟ أضلاع. ده ضلع وده ضلع وده ضلع. طيب يبقى يتكون من الضلع شنو؟ الضلع أ باء، وعشان هو ضلع بقوم بعمل فوق له خط. وتاني يتكون من الضلع باء جيم، باء جيم وأعمل فوق له خط. وآخر ضلع اللي هو يتكون لي منه شنو؟ جيم ألف، جيم ألف وأعمل فوق له خط وأعمل قوسين المجموعة، ودي مجموعة أضلاع المثلث. أوكي. يلا ها نشوف بعدها السؤال رقم 7. مجموعة أشهر السنة الهجرية. طيب السنة الهجرية بتتكون من مجموعة من الأشهر فيها 12 شهر. يلا نجي نكتب السنة الهجرية وأشهرها. أول شيء عندنا شهر محرم، تاني بعدها صفر، بعدها ربيع الأول، بعدها ربيع الثاني أو بنقول عليه ربيع الآخر، ونتذكر الفاصلة العشرية نعمل كده، سوري الفاصلة بين العناصر كده. أوكي دي الفاصلة. طيب بعديها قلنا عندنا شنو؟ جمادي الأولى، تاني عندنا جمادة الآخر أو الجماد الثاني، تاني عندنا رجب، عندنا شعبان، وعندنا رمضان، وعندنا شوال، وعندنا ذو القعدة، وعندنا ذو الحجة آخر شهر. أوكي كده خلصنا نكون التمرين وخلصنا الدرس الأول. أشوفكم في الدرس الثاني إن شاء الله.